السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل أكلة سهلة ومن الزمن الجميل. هنعمل السبانخ بطريقة بتاعت الناس بتاعت زمان، الناس البركة دي. لا تقلية ولا أي حاجة ولا مسبكات فيها. هنعمل السبانخ، هنجيبها بلدي وصغيرة. عندي كيس شوربة في الفريزر، حطيته على النار وقطعت السبانخ وعليها حزمة كزبرة وحزمة شبت. هنقطعهم ناعم قوي، وهنحط عليهم قطاية او اتنين، قطيتين مع معلقتين فريك او فريك ذرة، او لو مفيش ده ولا ده رز، معلقتين رز. وبتحطيهم على الشوربة بتغلي، يكون شوربة حلوة كده. وبتحطي عليهم السبانخ اللي انت مقطعه عليها الشبت والبقدونس، الشبت والكزبرة، حزمة كزبرة وحزمة شبت وقطيتين ومعلقتين الذرة او فريك او رز. وبنسيبهم يستوي ونعمل جنبهم الرز الابيض، حبة رز ابيض كده للي عايز ياكلها برز. في ناس بتاكلها برز وناس تاكلها بالعيش. هيستوي الرز على النار، نطفيه بالشوربة او مية حسب ما انت عايزة، وبتهدي عليه النار خالص، تحطي له ملح وبتسيبيه يستوي. هدي عليه عشان ما يشطش. وهنرجع للسبانخ ده. خلاص كده دخلت على سوا. على ما كملت سواها بنحط حبة مية على النار، وبنحط فيهم معلقة زيت ومعلقة ملح، وبنحط فيهم الفلفل الأخضر عشان نعمله جنب السبانخ. لما بنحطه ياخد غلية على النار، مش بيشرب زيت، ما بيبقاش، بيبقى تغلف كده بطبقة، ما لما تقليه في الزيت ما ياخدش، وبيبقى خفيف، ما بيشربش زيت وبيبقى خفيف، وفي نفس الوقت بيفتح النفس كده جنب الاكل، وبيبقى حلو يعني. طلعناه من خد غليتين، مش بنهريه وبنطلعه. وبعد كده هنرجع نعمل التومة بتاعت السبانخ. السبانخ دي بتتعمل بالشوربة وعليها قدحة التومة بس، مش بنحط لها بصل وتسبيكة الصلصة، لا لا خالص. خفيفة وهتعجبكم. وما تنسوش تصلوا على الحبيب واللايك والتعليقات الحلوة بتاعتكم. خلاص كده في الطاجن بقى الاكل بتاع زمان ده. والسبانخ كده خلاص استوت. الهاند بلندر بقى بتاع زمان ده المفراك، بيفرك كأنه الهاند بلندر بتاع اليومين دول، ده بتاع الناس بتاعت زمان الجميلة. بصوا خلاها عاملة ازاي، كأنها ملوخية ناعمة يعني كده. بصوا هنحط لها التومة، خلاص استوت برضو، احمرت. وكده السبانخ معانا استوت وتمام. هنحط حبة زيت في طاسة، وهنحمر الفلفل اللي احنا ادينا له سلقة في المية، سلقة خفيفة، مش بيغلي كتير، هو غالية او اتنين. وبنقلبه، وبرضو بتطلعيه من الزيت، وبترش على وشه ملح، وبترش حبة فلفل، وبتقدميه مع العيش ومع الرز والسبانخ في الطاجن بقى. والاكل بتاع زمان الخفيف الجميل يعني. ويا رب يكون الاكل يعجبكم والوصفة تكون تعجبكم. جربوها، طعمها روعة. وشكرا لدعمكم، ودايما يا رب تدعموني، ودايما وصفاتي تعجبكم. والسلام عليكم.